أهلا بكم في الحلقة 15 من سلسلة صندوق الإسلام. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن آمنة أم محمد وعن خديجة، وكيف أن خديجة هي كانت الطبيب النفسي لمحمد واستوعبت أزمته لما كان يظن أنه ممسوس من الشيطان. وخديجة في حد ذاتها هي أكبر دليل على إن الكلام اللي بيتقال عن المرأة قبل الإسلام وإن هي ما كانش لها أي دور وما كانتش بتورث وكانوا بيستعبدوها إنه مش صحيح، لأن خديجة كانت تاجرة، يعني ورثت فلوس زوجها، وإحنا عارفين إن هي يعني طلقت مرة وترملت مرة، ومع ذلك كانت امرأة قائمة بذاتها، وكانت صاحبة العمل اللي ادت محمد وظيفة. فده أكبر دليل. وفي غيرها كان كتير، هند بنت عتبة، ويعني نساء كتير لما في غزوة بدر راحوا، أو غزوة أحد، راحت النساء قريش وراء أزواجهم في الحرب ويقولوا لهم نحن بنات طارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق. يعني لو أنتم هربتوا من محمد هنفارقكم، مش هترجعوا لنا. يعني النساء لهم مكانة كانت، ده اللي أنا عايز أقوله يعني. وخديجة أكبر دليل على ذلك، وهي الحقيقة اللي كانت زي يعني كانت الشط اللي محمد يرتاح عنده. أي خيبة أمل هي تعالجها، أي أزمة هي تمتصها بحكمتها وترعى. وبعد 10 سنوات من الدعوة يعني، أو بعد 25 سنة زواج، ماتت خديجة. وبيقولوا إن خديجة خلفت من محمد، بيقولوا إن هي خلفت 6 أبناء، 4 بنات وولدين. ودي طبعا أزمة ومشكلة كبيرة جدا، لأن إحنا عارفين إن هو اتجوزها وهي عمرها 40 سنة. فالمرأة بعد 40 إنها تخلف 6 مرات صعبة جدا. دايما يعني هتلاقي ان الشيعة بيتعامل مع هذا الموضوع، يقول لك لا، هي ما خلفتش غير من محمد غير فاطمة بس، وكل بناتها واولادها التانيين دول من زيجاتها السابقة. بس برضو ده في حد ذاته لسه في أزمة، لأن فاطمة هي أصغر واحدة، وكان عمرها 3 سنين حسب الروايات الإسلامية لما ماتت خديجة. يعني خلفتها وهي عند عمرها 62 سنة. يعني روح لأي طبيب أمراض نساء واسأله، قل له يعني في واحدة ممكن تولد 6 بعد عمر 40، وتولد كمان آخر واحدة فيهم عمر 62. مشكلة كبيرة جدا، بس مش دي أزمته. المهم إن كان في حسب الروايات الإسلامية عندنا البنات رقية وأم كلثوم، دول اتجوزوا ال2 أولاد أبو لهب، وطلقوا منهم بعد محمد ما أعلن دعوته لسببين: أولا لأن اتخانقوا مع أبو لهب، ثانيا لأن محمد كان يرفض أن أي مسلمة تتزوج من مشرك. وبعدين فاطمة اللي طبعا كلنا عارفين قصتها وامتدت، والشيعة طبعا نسجوا منها الأسطورة الكبيرة طبعا. وبنت من بنات محمد السير تجاهلتها تماما، زينب بنت محمد، أو يسموها زينب الكبرى، اللي هي المفروض أكبر بناته. والولدين طبعا القاسم وعبد الله، اللي هم المفروض ان هم ماتوا بدري يعني. ده يتناقض شوية مع سورة من القرآن، اللي هي القرآن بقى بيدافع عن النبي وبيرد على واحد بيشتم محمد وبيقول له إن شانئك هو الأبتر، سورة الكوثر. الأبتر دي يعني إيه؟ الأبتر يعني المقطوع، وكانت تقال لحاجتين: اللي ما عندوش أولاد، أو لا مؤاخذة المخصي. فإحنا عارفين إن القرآن دايما بيرد إن شانئك هو الأبتر، يبقى في واحد شتم محمد وقال له يا أبتر، ففسرها أنت بقى بإيه؟ بمعرفتك. ففي كلتا الحالتين. طب لو عنده 6 أولاد يبقى أبتر إزاي؟
طب لو يعني امبوتنت او يعني ما عندوش قدرة جنسية زي ما ناس كانت بتحاول تدعي هذا الشيء، طب يبقى جاب الاولاد من برضه في لغز كده شغال. واللغز ده هيستمر لما نعرف ان محمد بعد وفاة خديجة تزوج من نساء كثيرات جدا، وكان عنده ملك يمين وعبيد، وما جالوش ولا ولد ولا طفل من أي واحدة فيهم غير من ماريا القبطية إبراهيم. وكان في قصة كبيرة حوالين الموضوع ده إن هو مش ابنه. بس نرجع لزينب بنت محمد، إيه مشكلتها وليه تجاهلتها السير؟ دايما يحكوا عنها قصة سريعة كده، وكانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص وبتاع، ويتجنبها أم كلثوم ورقية وفاطمة. خد عندك بقى كتب وحواديت وقصص زي ما أنت عايز. زينب فيه مشكلة معاها، تعرفوا ليه بقى؟ عشان زينب لم تؤمن برسالة محمد. أيوة، زينب ما أمنتش بابوها. زينب كانت متزوجة من تاجر اسمه أبو العاص، تاجر زي التجار بتوع مكة اللي هو تجارته بتروح الشام وبترجع والى اخره. بعد ما محمد جهر بدعوته وحصل المشاكل مع قريش، طلق بناته من رقية وأم كلثوم من أولاد أبو لهب، أو أبو لهب طردهم، وطلب محمد من زينب تعالي سيبي أبو العاص عشان ده مشرك. قالت له لا، رفضت. وطبعا دي كانت ضربة شديدة، عشان كده تجاهلتها السيرة. في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري القصة بقى إيه؟ لما تقراها تفهم ليه السير تجاهلت زينب. هاجر محمد للمدينة، وكان ده مهم جدا، خد بناته معاه طبعا تانيين، إلا زينب رفضت. متجوزة وبتحب جوزها وعندها منه أطفال، قيل 3 أطفال. مصمم محمد لازم يجي. لما ابتدى محمد بقى يهاجم قوافل قريش وهو في المدينة ويسطو عليها، أبو العاص زوج زينب شارك قريش في حربها ضد محمد. شوف وصلت لحد فين؟ ووقع في أسر محمد. ومع ذلك زينب ما زالت في مكة ومصممة أنها تفضل مع زوجها. كل بتوع قريش كانت فرصة لمحمد طبعا أنه يبيع الأسرة لقريش تاني ويكسب. فمعظم أو كل تقريبا الأسرة بتوع قريش خد فيهم قيل إلى حد 4000 دينار أو درهم، يعني في مرة رواية يقول لك دينار ومرة درهم. وفضلوا 3 النضر بن الحارث، وصديق للنضر بن الحارث، وأبو العاص زوج زينب. محمد رفض انه يفدي النضر بن الحارث وقتله. ليه؟ عشان النضر بن الحارث كان زنقه في مكة في سؤال قبل كده، وقال له ما هي الروح يا محمد؟ فمحمد ما لقاش جواب، قال له هاجي لك بكره بالرد. جاء بكره ما جاش، بعده ما جاش، فات 2 أسبوعين. فالنضر كان من الناس المثقفين بتوع مكة، وكان على دراية بالمسيحية واليهودية، وقارئ القصص. وسألوا عن قصة الإسكندر ذو القرنين، وسألوا عن قصة أصحاب الكهف كان كم واحد. فجاء محمد ما ردش، رجع بقى محمد بعد 2 أسبوعين قال للنضر بن حارث كذا إجابة، يعني وضحت إن هو فين الوحي اللي ربنا عايزين إجابة دقيقة. فيعني لما جاي يجاوب على قصة ذو القرنين فضل يلف ومش عارف إيه، وتغرب في عين حمئة مش ده اللي كان الإجابة اللي كان منتظرها النضر بن الحارث. قصة أصحاب الكهف قال له كانوا كام واحد؟ فالقرآن بقى يقولون 5 وسادسهم، ويقولون انت مش جايب الكلام ده من عند ربنا، بتقول يقولون ليه؟ واهم سؤال اللي سأله النضر بن الحارث محمد ما جاوبش عليه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإجابة اللي هي لا إجابة يعني.
فطبعا النضر بن حارث ضحك عليه وقال له الكلام اللي انت بتقوله ده كله اساطير وانت ما بتعرفش حاجه. فاسرها محمد في نفسه ولما مسكه في بدر ضرب راسه، وحتى الصديق اللي معاه ضرب راسه عشان كان ضحك لما النضر بين لقريش ساعتها ان محمد ده الكلام اللي بيقوله ده ملوش اي اساس من الصح. ففضل العاص زوج زينب. فزينب، ودي برضو يعني لو بنقرا قصه من قصص الاسلام دي تعتبر المفروض تكون من اهم قصص الاسلام، ان الحب اهم من اي شيء. لكن القصه دمروها دثروها. زينب بعتت قلاده كانت واخداها من امها خديجه يوم زفافها هديه، ومحمد يعرف هذه القلادة جيدا لأنها قلادة خديجة. فبعتت زينب القلادة لأبوها عشان تشتري زوجها منه. يا أخي ارحم بقى. فمسك القلادة، ودي برضو جانب الإنساني بتاع محمد. طبعا شاف القلادة وتذكر خديجة المرأة الوحيدة اللي ضمته وقبلته كما هو بمرضه بمشاكله وساعدته، فحن، فعفى عن العاص وحط له القلادة في ايده وهو سايبه يمشي. في الاخر برضو العنجهية والنرجسية برضو والأنانية سيطرت عليه، يعني ما قدرش يتخلص من مشاكله. قال له أنا هسيبك بس بشرط توصل مكة تبعت زينب، لأن العملية بالنسبة له عملية تحدي. طب يا أخي ده عندهم أطفال، وعلى فكرة في هذا الوقت محمد كان يعرف أن زينب حامل في الطفل الرابع، يعني بطنها كبيرة، يعني ما فيش أي رحمة. لا، ابعت زينب. فوعدوا، وطبعا احنا عارفين بقى وعود العرب الكلمة زي العقد، وعدوا أنه هيبعتها له. راح العاص لمكة ودخل على زينب وهو حاسس طبعا بالغصة، بيته وحياته الدم. محمد جاء دمر بيوت، فرق بين الأب وأبوه، ودلوقتي عايز يفرق بين الزوج اللي بيحب زوجته وهو عارف ان مراته مصممة على زوجها، هو مش حابسها، ده هي اللي بعتت القلادة عشان تفديه، رغم ان على فكرة كان سارق قوافله قبل كده، يعني مش محتاج فدية. فصعب، احساس صعب جدا، لكن الراجل وعد، فحطها على حصان وبعت معاها 2 علشان تروح للمدينة. فوهي ماشية في الطريق في المدينة طلع عليها قطاع طرق، ما هو اللي بيعمله محمد في الناس هيطلع عليه، وضربوها وكسر منها ضلع وأجهضت، فقدت طفلها اللي في بطنها. طب انت يا راجل عارف انها حامل، على الأقل طب قول استنى لما تلد. لا، الغرور، العزة لازم تيجي، العناد. ليه؟ لأن إذا كانت بنته مش مؤمنة بيه، الناس بتقول كده، احنا هنؤمن بيه. فمحمد طبعا سمع بالقصة دي استشاط غضبا، لأنها رجعت بعد كده تاني لبيتها، برضه مصمم، لا برضه لازم يا أخي ده اصبر شوية، ده لسه فقد طفلها ومحتاجة بيت زوجها وأطفالها التانيين، هو في إيه؟ مرض، والله مرض. لا يمكن إنسان سوي يتصرف بهذا الأسلوب. فمسيطر عليه العناد. نفتكر أمه آمنة لما ماتت، محدش يسيبني أبدا، اللي يتخلى عني يبقى عدوي، اللي مش معايا يبقى ضدي. هي ده إن هو فقد الثقة في الناس، لازم كله يدين له بالولاء وإلا يبقى عدو. طب هي لا عدوتك ولا صديقتك، عايشة حياتها مع أطفالها، لا تيجي. فبعت جنوده بقى
بعت جنوده. الأول قال لهم يحرقوا قطاع الطرق اللي هم تعرضوا لزينب، يحرقوهم بالنار. وده الحديث على فكرة اللي أخونا في الله إسلام البحيري دايما بيقول إيه، إنه غير رأيه بعد كده وقال لا يعذب بالنار إلا الله، فده كده يبقى رحمته، النبي رحيم، عشان الأول قال احرقوهم بالنار وبعد كده قال لا ما تحرقوهمش، ده لا يعذب بالنار إلا الله. طب لما مسكوهم عملوا فيهم إيه؟ قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف. أيوة، العقوبة اللي الصعاليك كانوا بيعاقبوا بيها أي حد يخونهم، العقوبة دي تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف جاية من الصعاليك. فهو عمل معهم كده، وأصبحت حتى يعني قانون في الإسلام. والآية المشهورة اللي احنا عارفينها كلنا، وما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يعني يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى آخر الآية. الآية اللي قبلها على فكرة، وهنبقى نرجع لها في مرة، دي اللي بيقول لك إيه، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دايما أحبتنا المسلمين الوسطيين بس يروحوا جايبين الجزء ده من الآية وما يكملوش، عشان جزء حلو كده يقول لك إيه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يبقى كده الإسلام ضد القتل. لا، الآية بتبدأ أولا، الآية دي كانت عن بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. بس ده مش موضوعنا، هنجيلها لما نيجي نتكلم عن القرآن في الحلقات القادمة. قتلوا الناس اللي هم ضربوا زينب دول، وراحوا هم بقى عملوا سرية كده حواليها وجابوها من وسط أولادها، نزعوها من بيتها اللي هي محتاجاه. مش بس بتفقد ولسه فاقدة طفلها، أولادها، زوجها اللي بيحبها، اللي راحت على مدينة مرغمة، ومع ذلك بيقول لها محمد تطلقي من أبو العاص وتتزوجي أحد المؤمنين. قالت له لا، رفضت، مش مؤمنة أصلا هي. وبعدين العناد مخلص، طب انت خدتها من زوجها خلاص بقى سيبها، يعني سيبها تعيش. لا، تربص تاني بأبو العاص وهو رايح بالقافلة بتاعته للشام تاني، أو هو راجع بيها، راجع بقافلته من الشام، ومسكوه. ما هو البيزنس بتاعهم هو كان كده، بس إضافة إلى ذلك بقى إيه، إن هو عايز أبو العاص، وقبضوا عليه وجابوه لمحمد. زي عارفين فيلم الزوجة التانية بتاع بتاع شكري سرحان وسعاد حسني، لما يجي الراجل بيقول له طلق يا ابو العلا، طلق، دول ناس مفتريين. بالظبط، طلق يا ابو العاص، جايبينه عايزين يرغموه انه يطلق مراته، رفض. الراجل في خطر بقى، ممكن يقتلوه. زينب، انا بحب زينب وخديجه بصراحه، هم دول اللي انا طلعت بهم من قصه الاسلام كلهم، لان في حب، لان في حكمه، لان في وفاء. زينب وهو على رؤوس الاشهاد راحت طالعه وقالت ابو العاص في جواري، يعني محدش يقرب له. طبعا ده قانون قديم من ايام مكه، لما حد يدخل في جوار حد من قريش اللي هم اهل الحمص محدش يقدر يقرب لهم. فمحمد استشاط غضبا وما بقاش عارف يتعامل مع الموقف ده ازاي. انتم سمعتوا اللي انا سمعته بهذا النص، أسمعتم هذا؟ المرأة التي هزمت محمد بإيه؟ بالحب، بالحب، صممت، خفتش منه. فلذلك اضطر محمد في النهاية إن هو يعتق أبو العاص ويسيبه يروح مكة مع مراته، ويرجع له كمان القافلة بتاعته اللي نهبت منه. ده أكبر دليل، وكانت من المرات الوحيدة اللي هزم فيها محمد واعترف بهزيمته، لأنه كان معاند جدا.
والمرأة التي هزمت محمد، أنا بسميها كده زينب، وعشان كده أنا بحب الشخصية دي مهما كان خلفيتها، لأن فعلا كان هو ده الشيء اللي نفتقده في هذا المجتمع وفي هذه الرسالة وفي هذا الشخص، إن حد يتحداه بالحب مش بالسلاح. ما حاولوا يهزموه بالسلاح ما هزموهوش، هزمته امرأة بالحب. رجعت زينب مع زوجها لأولادها ومنتصرة. وفي شيء غريب، ليه تصميم زينب ان الطلاق لا يمكن؟ علامة استفهام كبيرة جدا. كان ممكن تقول لا ممكن نتطلق وبعدين بس عشان اهديه وعشان انقذ زوجي، لا مفيش طلاق. الموضوع دون انا يعني خلاني افكر كتير، ليه زينب بالذات رفضت موضوع الطلاق؟ غير انها بتحب زوجها وغير انها مخلصة ليه والى اخره. لما زينب ماتت بيحكي بقى السيرة كله بقى ان محمد عمل لها جنازة ضخمة جدا في المدينة ودفنها في تابوت. ركز معايا، في تابوت. وحتى اللي كاتب الرواية يقول لك يعني هذه أول مرة تحصل في المدينة، لأن دفن التابوت دي كانوا بيعملوها المسيحيين في الحبشة. هل من الممكن إن عائلة خديجة كانت مسيحية، بما فيهم خديجة، بما فيهم زينب، عشان كده رفض الطلاق المطلق؟ ما هي العيلة بتاعت ورقة بن نوفل، فأكيد أثر عليهم. خديجة من الأول مؤمنة أن في ملائكة والأنبياء وعارفة الموضوع ده كله. ده مجرد علامة استفهام، الله أعلم زي ما بنقول. لكن دي قصة من القصص اللي ممكن تورينا شوية بعد إنساني في قصة محمد. نادرا ما هنشوف هذه اللمسة الإنسانية اللي فيها تحدي باسم الحب. نراكم في الحلقة القادمة ونستكمل بقى نساء محمد التانيين زي عائشة وزينب بنت جحش وصفية وماريا القبطية، وقوانين إسلامية نشأت بناء على هذه القصص، لا علاقة بالحجاب وبالزنا وبالرجم وأشياء كثيرة جدا. نستكملها في الحلقة القادمة. تابعونا على قناة اليوتيوب حامد دوت تي في.